هو احرجني قدام الكل، بس انا اتحرجت ان ارد عليه. طيب ليه؟ دايما يا صديقي هقولك على جملة خليك دايما فاكرها: ما تنكسفش تكسف حد هو ما تكسفش انه يكسفك. لو جه شخص قدام مجموعة من الناس او بينك وبينه حتى واحرجك، او هو متعود دايما يكسفك ويحرجك، وانت بتحس من جواك لا ان انا ما ينفعش ارد عليه او ما ينفعش احرجه علشان اخاف على مشاعره او اخاف ان هو يتضايق، انت كده بتحرق نفسك. انت كده حرفيا بتدمر صحتك النفسية، لانك بتيجي على نفسك علشان انت مش عايز تزعله بس هو يزعلك عادي. فمش عيب خالص ان انت في شخص احرجك ان انت تردله الاحراج. كن كالمراية قدام الناس، عامل كل شخص زي ما هو بيعاملك بالظبط. انت مراية لكل انسان قدامك، اللي هيعاملك كويس عامله كويس، اللي هيعاملك مش كويس ابعد عنه او عامله مش كويس زي ما هو بيعاملك بالظبط، علشان ما تفضلش تحرق في صحتك النفسية. الشخص اللي يكسفك رد عليه، ما تنكسفش منه، لانه هو اصلا ما خافش على شعورك. يعني هو ما خافش على شعورك وهو بيكسفك، ما فكرش فيك، هو فكر بس في لذة الانتصار، في شهوة الانتصار من جواه، انه يحس انه احسن منك فيحرجك. انت احرجه انت كمان. هو ما تكسفش وهو بيكسفك، فانت ما تنكسفش وانت بتكسفه. فمهم جدا جدا ان انت تحاول توقف اي حاجة بتأثر على صحتك النفسية، لان مفيش اهم من نفسك. هي الحافز والدافع اللي هيديك الطاقة انك تنجز كل مهام حياتك، فما تحاولش تدمرها او تحرقها علشان الاخرين. فاي حد يحرجك احرجه، بما انه ما تكسفش وهو بيكسفك فانت كمان ما تنكسفش وانت بتكسفه. لو انت عاوز تعلي من صحتك النفسية وتطور من شخصيتك وتحسن علاقتك بنفسك قبل الاخرين، يبقى لازم تعمل فولو للصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، ويا ريت تكتبولي في الكومنتس او تبعتولي على رسائل الصفحة على مواضيع جديدة نتكلم عنها. وانا بقدم استشارات وجلسات نفسية، لو اي حد عنده مشكلة نفسية ممكن يتواصل معايا. وافتكر ان دايما في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.